المجال بتاعنا هو مجال محتاج مجهود. اولا احنا خلقنا للعمل والعباده اساسا يعني انا ليا الخبره في مجال التسويق العقاري بقالي فتره كبيره. لو انت في العشرينات ما اشتغلتش 10 و12 ساعه هتشتغلهم امتى؟ كولد كولز هو فكره ترويجيه، ولكن في الفتره الاخيره اسيئت استخدامها. محدش هيجيله تاني مكالمه مرتين من بولد روتس. فرونت لاين من الشركات القويه اللي عندها مشاريع محترمه وعندها الانسايتس والنو هاو بتاع تشغيل البروكرز. مساء الخير. النهارده معانا حلقه لذيذه جدا ومهمه جدا في فرونت لاين توكس، لان الحلقه دي عن بولد روتس، واحده من اكبر واهم الشركات في مجال البروكرج في الريل استيت. واعتقد كل الناس اللي في الريل استيت ماركت هتبقى حابه تسمع وتتفرج على الحلقه دي. طيب في الاول يا ريت تعرفوا نفسكم، اسمه تايتل. انا عبد الرحمن بدر، سي او بولد روتس. وانا عمرو عثمان، فايس بريزيدنت بولد روتس. طيب احنا في الاول بنحب نسال اسئله خفيفه كده، ايس بريكر نفك بيها المود شويه، فلازم تبقى اجابات ردود سريعه من غير تفكير كتير. مين عصبي اكتر؟ عبد الرحمن. بجد؟ طبعا. لا هو عمرو باله طويل، يعني باله طويل عني، بس انا ردة فعلي سريعه، مش عصبي، ردة فعلي سريعه، بس هو باله طويل اكتر مني، يعني بيحتوي البشر اكتر مني. طيب مين اللي بيبوظ الاجتماعات اكتر؟ عبد الرحمن. انا طبعا. طيب مين اطيب مع المطورين واسهل في المفاوضات على العمولات؟ عبد الرحمن. انا طب عمرو خلاص تعالى انت كده. لا هو عمرو مفاوض جيد، وباله طويل زي ما انا قلت، فعنده استعداد يقعد في النيجوشيشنز ساعه، المهم يطلع مع اصلا ديفلوبر في الاخر. احنا يعني حجم البيزنس بتاعنا معاه مش ذات بيج. لا انا عبد الرحمن انا خدت 3%، خدت 10%، انا مش شغال. نمشي بقى يا عمرو. انما عمرو النيجوشيتر اقوى. احب ادي التفاوض بحقه. يعني هو عمرو اصلا بياخد باله من الديتيلز، شخص بيركز في التفاصيل، يعني فكل التفاصيل بقى بيركز فيها، هتلاقي النيجوشيشنز بيفضل معاها ايه لغايه اخر كده، يقدر يوصل فيها لاعلى حاجه ويكون شكلها عامل ازاي يعني. طيب كده اي حد يتفرج علينا ما يعني يا ريت يتفاوض مع عبد الرحمن لوحده عشان عايز يعمل دي الحلوه يعني. لا ما انا ما بروحش الميتنجز لوحدي. انا حتى لو في ميتنج لوحدي يا ما بتفقش يا بقول له استنى كده بس ايه عمرو عثمان واحد يجي صاحبي بعد جاي. كده. والله العظيم وحياة ربنا طب انا اقول لك على حاجه، انا اعرفك بقالي قد ايه؟ اعرفك بقالي 10 سنين مثلا، واحنا اصحاب واشتغلنا مع بعض وليتلي كمان اشتغلنا مع بعض كتير في المشاريع اللي انتوا ماسكينها از فرونت لاين يعني، وحصل بينا ميتنج اكتر من مره، وانا وانت اصحاب اصلا يعني، ما فيش الكايند اوف ريليشن بينا، ممكن اصلا نتفق في التليفون، وبالرغم من ده ان كل قعده جينا نتفق فيها عمرو عثمان هو اللي كان هو بيقول لك خلينا هخلص مع عبد الرحمن. اقول له لا. طيب عمرو عايز اسالك، عبد الرحمن بيتصرف ازاي وقت الضغط والمشاكل؟ بص، عبد الرحمن على الرغم ان هو زي ما احنا بنقول عصبي وكده، ولكن هو عنده ثبات انفعالي رهيب. يعني احنا كلنا دايما في وقت المشكله ووقت الازمه هو اللي بيكون بنلاقي الحل عنده، بس هو يعني عنده ثبات انفعالي في كل اي تشالنج، اي ازمه بتلاقي هو في الاخر بيدور على الحل مش بيدور على الازمه. طب وعمرو بيتصرف ازاي وقت الضغط والمشاكل؟ عمرو تحليلي ومنطقي قوي، يعني عمرو من الاشخاص اللي هم بيذاكروا الموقف كويس قوي، يقعد يحلل الارقام كويس قوي، على عكس شخصيتي شويه. انا دايما ببص على المواضيع من الهيدلاين والاوبجكتيف يودينا لفين. طب عبدو، ايه موضوع الشطرنج؟ الشطرنج هوايه قديمه من وانا صغير. كان في نادي الشمس انا كنت عضو في نادي الشمس، وكانوا بيعملوا كده مسابقات للهواة وكده يعني، ويجيبوا بقى ناس تلعبنا محترفين وكده، فكنت غاوي من وانا صغير، وبعدين بقى ايه فضلت كده امارس يعني والعب كده مع هواة وبتاع، بس يعني هي في الاخر لا تتعدى الهواية، بس انا ايه بحب يعني، وقريت عنها شوية ومش عارف ايه يعني عندي شويه عنها بيزك نوليدج برضه. انت طبعا عارف باشمهندس حازم هلال، هو يعني لعبني، بس هو بقى محترف بقى، بيلعب بقى وبيسافر بطولات دولي وكده، بس هي هوايه مش اكتر يعني.
في واحد في الفاينانس تيم اسمه احمد صبري غلبني ماتشين ورا بعض. بس هو لعيب، حطه- بس هو ده لعيب. لسه لعيب. موجود ولا لا، حطه بروبيشن لا موجود يعني هو يعني لعيب، بس هو لعيب. قال له خلي بالك ده اخر شهر ليك اه عشان يبقى هو خلاص كده المتفرد، يعني هو يبقى مفيش حد في الشركه صح. اعرف منه، بس حقه هو الصراحة. طب اي حد بيغلبه بيرفضه. ومحمدي عامل ايه؟ محمدي، لا محمدي ما بيحبش الشطرنج، بس محمدي عامل شغل كويس من اول السنه. لا ما كان في الشطرنج، عشان انا لا اول مره شفتك بتلعب محمدي، شطرنج لا كان محمدي ما مع... بيحبش يلعب شطرنج. اول مره شفتك كنت بتلعب مع محمدي عشان كده لا بسأل. لا محمدي ما بيحبش يلعب شطرنج. ما حدش من الناس القديمه كلهم ما حدش غاوي يلعب شطرنج. طب عمرو، لعبت مره واحده وقلت هنخسر بعض لا. يعني وخلاص يعني قلت لا خلاص انا مش لا عمرو اصلا طبيعه شخصيته عملي، ما بيحبش اي حاجه بره اوت في الشغل. يعني دايما حتى لما نبقى قاعدين فاضيين كده وانا عايز العب، هو تلاقيه فاتح شيتس وقاعد بقى ايه ماسك الشركه كلها، وبعدين الشركه فيها 6000 بني ادم، وماسك وعمال يبص على البرفورمانس بتاع بني ادم الساعه 1:30 2 بالليل، لو انا اصلا بتبقى عيني وجعتني ومش زي قادر ابص على حاجه. رمضان مبروك ابو العالمين حموده كده، لو 24 ساعه وماسك بقى ايه وبيعمل بادجيتنج ل 2028. يا عمرو احنا عايزين نعدي السنه. احنا مش عارفين يحصل ايه في 26 يا عمرو. فعمرو لا عمرو براكتيكال، مش بيحب، مالوش في اللعب والجيمز والحاجات دي. طيب ضحكنا كتير وهزرنا كتير، يلا نخش. نسخن شويه بقى. يلا. طيب عبدو، في الاول كده احكي لنا، وانت بتبتدي بولد روتس كنت متوقع النجاح ده؟ وازاي في شهور بسيطه من البدايه قدرت تبقى من اكبر 3 شركات في مصر؟ انت ما شاء الله بدات تقريبا في شهر 8 23 صح؟ صح. قفلت السنه من اكبر 3 أو 5 شركات في مصر. والله يا ميسري بص، عايز اقول لك ايه، طبعا ايه توفيق ربنا حليف خطه. الخطه دي اولا انت عارف اصلا ان انا عندي هيستوري في شركه قبل كده وتخرجت منها، فالاسم الحمد لله ساعد كتير في بناء البراند. بس كان عندنا خطه والخطه دي التايم فريم بتاعها مشي تقريبا بنسبه 90%، وده التوفيق بتاع ربنا. لان انت دايما تحط خطه لما بتجيب منها 70% 75% 65% بتبقى مبسوط جدا ولو انت حاطط خطه صح يعني. فاحنا من الاول كنا متارجتين ان احنا نبقى من التوب كامبانيز في الفيلد بتاعنا، وساعدنا في ده طبعا ان احنا معانا اكسبرتس اصلا. يعني انت عارف طبعا محمدي وباسل وسيف والبورد ممبرز كلهم اللي موجودين معانا هم اصلا يعني عندهم هيستوري كبير في الفيلد. فاحنا ما تقدرش تقول ان احنا بدأنا صغيرين، احنا بدأنا من حته كويسه واشتغلنا بقى جامد جدا 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 جدا، وحطينا خطه عنيفه وحلول اوت اوف ذا بوكس. يعني انا عايز اقول لك ايه، احنا مثلا في اولموست سنتين عملنا حوالي 36 فرع. فطبعا كان عندنا تشالنج ان احنا الفروع دي لازم تبقى كاستمايزد، عشان انت الفروع دي صعب قوي تجيبها تكون مثلا متشطبه، لان انت عارف احنا اقل فرع عندنا بيبقى بيأكوموديت حوالي 400 ايجنت 500 ايجنت، وبنتكلم في حوالي من 2500 متر ل 3000 متر. فطبعا عشان تجيب المساحه دي فولي فينيشد ما كانتش موجوده. فمن داي 1 قررت ان انا نفتح، عملنا تيم. يعني احنا شركه بروكرج، فمش من السكوب بتاعنا ان احنا يبقى عندنا تيم تشطيبات او تيم كونستراكشن، بس كانت الخطه ان احنا ناكسلريت في وقت تايت جدا. فقعدنا ندرس كل الاوبستكلز اللي موجوده وازاي هنتغلب عليها. وكان دي مثلا وكان دي ضمنها حاجه من الحاجات الصغيره، ان احنا ازاي هنأكواير عدد الفروع دي او عدد الامتار ده اللي هيسكن فيه. النهارده احنا الحمد لله 6000 امبلوي، فاللي هيسكن فيه 6000 امبلوي ازاي هنعملها. فعملنا من دي 1 تيم كونستراكشن. بص حاجه اوت في السكوب خالص واوت في اول مره اعرف القصه ان هاوس بس عشان نقدر ناكسلريت. طيب عمرو، انت ازاي انضميت لبولد روتس وانت كنت ما شاء الله عندك سي في قوي جدا وناجح في مكانك قوي؟ ويعني ايه اللي شدك في حاجه زي كده او في خطوه زي دي؟
بص اولا يعني الرزق والنصيب ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كاتبه، واحنا وعبد الرحمن تربطني بيه صداقه وصداقه عمل، وكنا بنتقابل دايما في ايفنتس، في معارض. بلاقيه طبعا هو شخص جميل بيسلم على الناس وحبيب الناس والناس بتحبه وكومن فريندز. يعني انا ليا الخبره في مجال التسويق العقاري بقالي فتره كبيره، فشفت مدارس كتيره 13 سنه تقريبا. 13 سنه الحمد لله. فشفت مدارس كتيره من ضمنها الماس اوف بيبل، التشاينيز فاكتوري، اللي هو المدرسه اللي بينتهجها عبد الرحمن. وان هو ودي كانت بالنسبه لي حاجه تحدي كبير. كان هو بالنسبه لي هو صندوق مقفول، انا مش فاهم هو الموضوع ده يقدر ان هو يكوب وينجح ولا هو فيه صعاب كتيره. وفضلت ان احنا يعني اتناقش معاه واشوف ايه الميزه وايه العيب. انا يعني اشتغلت في تجارب كبيره وناس كتيره جميله وناس ليها فضل عليا، وزي مثلا باشمهندس خالد بهيج وباشمهندس محمد بناني، دول يعني اصدقائي وحبايبي، ناس ليهم فضل عليا في ان احنا عملنا مع بعض سكسس ستوري وقدرنا ان احنا نشتغل. بعد كده لما انضميت لبولد روتس، انا كان بالنسبه لي مدرسه الاعداد هو تحدي بالنسبه لي، بس هو تحدي شيق بالنسبه لي. انا عايز اعرف هو في الاخر اللي هيغلب العدد ولا ان انت تقل، يعني انت ما بين نارين، هل ان انت تشتغل بفكر محدود من البشر او عدد محدود من البني ادمين تبتدي تشتغل معاهم، او الكاليبرز تقدر تشتغل معاهم تقدر تكنترول الموضوع. وانا دايما خلي بالك انا ما بعرفش اتحرك غير لما بحسب، يعني هي دي دايما انا بلعب دفاع وعبد الرحمن بيلعب هجوم. يعني دايما ايه تلاقيني انا احسب الموضوع هو هيحصل فيه ايه والمستقبل ان شاء الله هيحصل فيه ايه. عبد الرحمن تلاقيه هو راح اصلا واتحرك وجه ولقيته بيجري يعني. فابتديت لما قعدنا مع بعض ودخلت فكره بولد روتس من اول السنه، لا الموضوع سرعه مع اصرار مع عوامل، يعني النو هاو فعلا موجود في بولد روتس. ان انت ما فيش عندك اداره، احنا مثلا عندنا تقريبا 7 ادارات، كل اداره فيها عدد كبير من الناس. احنا بنتكلم باك اوفيس فيه 800 بني ادم تقريبا. فانت انت بتتكلم ان احنا النهارده كل حاجه المفروض انها تكون جاهزه، المفروض انها تكون اون تايم، المفروض انها تكون على مستوى بساتسفاكشن ريت معين. انت بتسيرف على اكتر من 6000 بني ادم او 6000 ايجنت ومدير وامبلوي ونون سيلز، وفي نفس الوقت انت اليوم بتشتغل فيه لازم يطلع فيه برودكتيفيتي معينه، بيقابله في الاسبوع ويكلي لازم تطلع فيه برودكتيفيتي معينه، بيقابله شهر لازم تطلع فيه برودكتيفيتي معينه، تقابله كوارتر سيمي انوال. انت بتلاقي السنه خلصت. يعني احنا انا اعتقد ان احنا عندنا الحياه اللي الريتم فيها سريع، ففي تلاقي ناس او تلاقي حد يجي معانا يكوب مع الريتم السريع. انا دايما احب السرعه واحب ان انا اعمل الحاجه بسرعه وباتقان. فانا لقيت السرعه عليا ان انا اظبط الاتقان واظبط الساتسفاكشن ريت، فكان موضوع بالنسبه لي تحدي. وعبد الرحمن كمان في ميزه، عمرو انت الحاجه دي تعرف تتعمل؟ طب خلاص دي معاك يعني. طب هنعملها ازاي؟ ما يدخلنيش احنا لقينا بعض خلي بالك. ما تدخلنيش وبعدين تفاصيل. اصلا الكاركتر بتاعتنا ماشيه، لان هو عمرو يعني بيحب الديتيلز وانا بجري ورا الاوبجيكتيف ريجاردلس ايه اللي بيحصل في النص. يعني مع ان اللي بيحصل في النص وارد يبقى فيه شويه دامجز من السرعه، فهو بتاع هندسه الديتيلز وانا ما هو بتاع ده بقى اللي الجري أنا ورا عايز اساله الاوبجيكتيف. لك، ايه بقى اكتر حاجه عمرو اضافها لبولد روتس؟ لا اكتر عمرو اضاف، يا نهار ابيض عمرو لا عمرو اكتر 16 حاجه عمرو اضافها. لا 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 والله. لا بامانه بص عمرو يعني انت عارف لما ايه ربنا يكرمك بحد شريك انت افكاره بتوافق افكارك، ثقتك فيه لان هو يعني انت عارف انت بتقدر، انت ايه اشتغلت كتير بقى لي 14 سنه بشتغل. على فكره بولد روتس مش اول شركه ليا، انت عارف بس اللي انت عارفهم شركتين، انما انا اصلا بولد روتس ده مثلا السجل التجاري مثلا والبطاقه الضريبيه رقم 26 ليا. انا اصلا قبلها كنت مقاولات و7 8 شركات ومعايا شركاء وتخسر وتقفل وكتير كان دي حاجه على فكره الناس ما تعرفهاش. يعني هو فاكرين ان النجاح بيجي صدفه او النجاح بيجي حظ. هو في الحقيقه النجاح بيجي بعد مجهود كبير جدا، والسكسس ستوري ممكن تبقى هي رقم 10 من 9 فيلر ستوريز يعني. صح. والجيرني كان فيها تشالنجز كتير. لما قابلت عمرو من الجيرني بتاعتي بعرف اقرا، عارف انت لما تقابل حد تعرف ان الكيمستري بتاعتك انت وهو خلاص انتوا يو كليكت
من اول ميتنج شفته فيه. فانا اول ما شفت عمرو، على فكره انا قابلت عمرو كنا بنحاول نقفل ديل ان احنا نعمل كده زي كولابريشن في يعني او جوين فينشر كده، او نعمل حاجه كده يعني مع شركه تانية، وهو كان عمرو الريبريزنتيف طبعا من الشركه التانية. طبعا هو اللي هيفرم. بالظبط لان هو جود نيجوشيتور. فكانوا بس انا بص بقى شفت انا سمارت، انا لقيت نفسي مش عارف اغلبه في النيجوشيشنز. تعالى بقى تعالى نفرم مع بعض. قلت له لا انت تنيجوشيت ضدي ليه؟ انت تنيجوشيت معايا احنا بس على سؤالك بقى عمرو اضاف ايه؟ لا عمرو طبعا اولا عمل ريستراكشر في الديبارتمنتس بتاعت الشركه كلها. اشتغل على لا يعني البوليسيز والبروسيجرز والكي بي ايز وكل الملفات انت عارف دايما لما بتبقى انت برضو الشركه عمرها سنتين في الاخر يا مسري، فانت في فايلز كتيره قوي بتحس ان انت لو فتحتها يعني ايه هتغرق فيها. ما هي ماشيه وايه لا مش ما هي ماشيه طبعا، بتبقى في دماغك وكل حاجه، بس انت طول الوقت اليوم في الاخر انا بشتغل بقى 14 ساعه و15 ساعه في اليوم برضو ما بتلحقش تخلص، والريسورسز محدوده، وبيبقى انت عندك يعني اوبجكتيفز معينه هي المين. فعمرو لما دخل عمرو في ميزه جباره ان هو لا يكل ولا يمل في انه يريجوليت اللي بيحصل. فكل اللي بيحصل ده عمل له ريجوليشنز وعمل له سيستم والنيجوشيشنز مع الديفلوبرز بقت اخطر بكتير يعني لان هو برضو اللي متولي البارت ده. فلا هو ضاف للفيجن والميشن بتوع الشركه وعدلنا فيهم وبنشتغل على الاستراتيجي مع بعض، وطبعا بقى acquiring new partners طبعا حصل كتير يعني على كذا اسبكت. يعني كان اضافه كبيره جدا يعني من اكتر المكاسب اللي كسبتها بولد روتس بالنسبه لي في 2025. اجري 100% صراحه يعني اسايد اوف موضوع النيجوشيشنز مع الديفلوبرز ده يعني الديفلوبرز نفسهم بيتهيألي حاسين بفرق وبيقولوا لك كده طبعا الكوميونيكيشن بقى احسن واسهل بكتير. مليون المية لسه ان شاء الله احنا يعتبر حتى في الاستراتيجي احنا في فيز 1 يعني احنا ستيل في فيز 1 احنا عايزين نوصل لفين. احنا شايفين ان في از وورلد وايد انت في شركات واصله ل 400,000 ايجنت. طب احنا النهارده يعني اللي احنا بنعمله ده مش اختراع، هو في الحقيقه هو ده موجود واكزيستد، وفي شركات عمرها 100 سنه، احنا عمرنا سنتين. فانت في شركات في العالم في امريكا عمرها 100 سنه، في بروكرز الناس هنا في مصر مثلا بتقول لك ان البروكرز كتير. على فكره بروكرز امريكا اللي متسجلين بتتكلم في 1,500,000 ايجنت متسجلين في النار في NAR. فانت بتتكلم ان اعداد رهيبه. طب انت في مصر تقدر تعمل ده؟ تقدر تعمل ده. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا البلان بتاعتنا ان احنا نقفل السنه دي بال6000، السنه الجايه نوصل ل10,000، نبتدي ان احنا نطلع نتحرك نزود عدد الفروع، نخترق الدلتا ونروح الصعيد، ويبقى عندنا في ال 26 محافظه عندنا في 26 فرع. مفيش حد مش عايز ريل استيت، كل الناس عايزه كونسلتنت. نبتدي ان احنا نزود عدد الكونسلتنت ونزود كمان التريننج والماتيوريتي عندهم، وان احنا نأهلهم ونكواليفاي الناس اللي بتشتغل معانا. احنا خلي بالك عندنا ميزه في بولد روتس ان احنا بنقبل الفريش. معظم الشركات البروكرز عايزه ناس اكسبرت ما عندهاش. بس يا عمرو ثواني، عايز بس ارجعك لحته الاكسبانشن. انت دلوقتي 4000 ايجنت مظبوط، وعايز توصلهم ل 6000. لا احنا النهارده 6000 امبلوي. لا انا بتكلم على البياع. 5000 فاضل لنا 1000 هيوصل 6000 باي اند اوف ذيس يير. طب انتوا مش شايفين الاكسبانشن ده خطر شويتين في ظروف السوق الحاليه؟ بص اقول لك على حاجه، ظرف السوق هو ظرف طبيعي. انت بتتكلم النهارده ان السوق بيعمل كوركشن بس. فانا النهارده هو السوق علاقته طرديه مع عدد المشاريع اللي بتفتح. انت النهارده تقريبا عندك 218 ديفلوبر احنا بنتعامل معاهم من اصل 400 ديفلوبر موجودين في مصر. انت عندك حوالي 2500 بروجكت من اصل 5000 بروجكت احنا موجودين في مصر. طب انت النهارده البروجكتس انت كل اسبوع تقريبا بيفتح بروجكت. احنا تقريبا عندنا 50 لونش في السنه. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه كمان يا مسري في الحته دي، احنا في دول يعني دول ناميه، المودلز دي موجوده بره مصر اصلا،
وزي ما عمرو قال لك انت، بس انت حتى في الديفلوبمنت على فكره في الميدل ايست يمكن مصر اكتر بلد في الريل ستيت فيها ديفلوبمنتس وفيها كومبيتيشن وفيها، بس ستيل وي ار فيري فار من بره. هم بره ليه عندهم شركات بروكرج فيها 160 الف ايجنت؟ لان هم الديفلوبمنت عندهم مور ماتيور. لا خد بالك انا مش معترض على العدد بالعكس او على الموديل، ده موديل قوي جدا وناجح جدا زي ما انت بتقول، موجود في كل حته. انا سؤالي في التايمنج اللي احنا فيه. بص انت ما بتغيرش مش قلقان ما يعني بتغيرش الفيجن الفيجن بتاعتك لما الاوبستكلز بتظهر، انت ممكن تمنوفر حواليها او تحاول تجد سوليوشنز عشان تحقق الاوبجيكتيف، بس الاوبجيكتيف المين او الفيجن بتاعتك مش بتغيرها. فاحنا عندنا فيجن معينه وعلى فكره زي ما عمرو قال انا مش شايف ان السوق وحش، خلي بالك. انا شايف ان 2023 و2022 كان فيهم عمليه الديفالويشن والانفليشن كانوا كتير، فحصل فيهم شراء اوفر ديماند ما كانش موجود بسبب ان الناس كانت عايزه تسيف نفسها من الانفليشن. فحصل تباطؤ في 2025 و2026 وهيرجع الكيرف تاني يبقى نورمال. بس انا مش شايف ان في يعني السوق عادي، ما تقدرش تقول عليه هو في تباطؤ واحنا عارفين سببه، انما تباطؤ منطقي انما او كوركشن، نقدر نقول كوركشن صح. انما هيجي في 2027 هيستعيد قوته تاني ويشتغل بالنورمال كونديشنز بتاعته. طيب عبدو، عايز اسالك ايه المواصفات او النقط اللي لو لقيتها في المطور بتسهل عليك الشغل وبتقدر بالبلد كده تطير معاه، تقدر تحقق معاه نجاحات كبيره؟ يعني شويه بيلرز هم المين اللي يخلوا اي بروكر يشتغل مع ديفلوبر. اولا ان هو يكون عنده براند اويرنس قوي، لان هو بالبراند اويرنس بيساعد البروكر في شغله. تاني حاجه يكون عنده هيستوري وسابقه اعمال كويسه ومحترمه، مسلم البرودكتس بتاعته في مواعيدها، عنده افتر سيل سيرفيس كويسه والمينتنس بتاعته محترمه، والبرايسنج بتاعه بالنسبه للسوق والبرودكتس بتاعته ابيلينج. فلو متوفر فيه الاربعه، انه عنده براند اويرنس قوي، بيسلم في مواعيده، برايسنج وبيمنت ابيلينج للسوق، وبرودكتس، بيبقى تقريبا يعني الشغل معاه سهل. طب ولو مطور جديد؟ لو مطور جديد بيبقى عنده تشالنج اقوى شويه، ان هو محتاج يكون كومبتيتيف في البرايسنج والبيمنت بتوعه عشان يكمبيت، لانه في الاخر في عنده نوع من انواع يعني في عند الكلاينت نوع من انواع الريسك. بس بص اقول لك ان ايه الهيستوري بتاعنا في مصر، يعني ان ايه كل الشركات، كل مشاريع التوب نوتش في مصر كانت اول مشروع للديفلوبر. يعني انت عندك ماونتن فيو 1 ده اول مشروع لماونتن فيو 1، ووتر واي ده اول مشروع لووتر واي اللي هو المشروع الريزيدنشال بتاعهم، ميراج ده اول مشروع لميراج، هايتس ده كان اول مشروع لسقاره. فاحنا السوق المصري بتاعنا الكلاينت عنده الابيتايت دي، فاهم؟ بالعكس ده لما بتشرح له البرودكت وتقول له ان الهيستوري بتاعت وسابقه الاعمال والملاءه الماليه بتاعت الناس دي، بالعكس الكلاينت المصري مش من الناس اللي هي لا بيبقى في ابيتايت، بالذات لو هو عنده برودكت ابيلينج وبرايسنج حلو، لا بيبيع عادي. طب ايه بقى اللي انت كشركه مستنيه من الديفلوبر، او علاقتك انت بيه عامله ازاي، او بالتيم عامله ازاي؟ يعني ايه النقط اللي انت بتبقى مهمه بالنسبه لك غير طبعا الكوميشن؟ بص عمليه السيلز هي اخر حلقه في الحكايه. فكل ما كان الالاينمنت بيني وبين الديفلوبر كبير، كل ما كان السيلز فوليوم بتاعي معاه اكبر. بعض الديفلوبرز عشان البارتنرشيب بتاعتنا معاهم قويه، فبنحضر عمليه الديفلوبمنت نفسها في اختيار البرودكت، وايه البرودكتس اللي عليها الديماند الاكبر في السوق ديو تو الهيستوري اللي عندنا. فاحنا عندنا نزل، احنا بعنا مثلا من اول السنه ب 70 مليار جنيه، فايه اللي كان تقيل وايه اللي كان، فبنديهم الانسايتس دي، فبيدونا البرودكتس اللي احنا عايزينها.
تاني حاجه البرايسنج بنعمل استادي معاهم ونشوف الكومبيتيتورز اللي حواليهم بيبيعوا ببرايسز عامله ازاي، فمدخلنا في كل البيلرز او كل العوامل اللي بتؤدي في الاخر لخروج منتج سهل بيعه. فبنفضل بقى ماشيين مع بعض البروسيس دي كلها. فانا دخلت معاه في البيمنت وفي البرايسنج وفي البرودكت فبالاخر البيع بالنسبه لي بتبقى اسهل. عارف انت مثلا لما تيجي انت في الاخر تديني برودكت معين، لا انا كنت عارف البرايسنج بتاعه عامل ازاي، ولا انا البيمنت دي اصلا كومباتيتيف للسوق، ولا اصلا ده احنا في ناس بعض الديفلوبر بيدخلونا في اختيار اللوكيشن بتاع الارض قبل ما بيجي يديل على الارض، بيوريها لنا يقول لنا انتوا شايفين ده ايه، طب شايفين هيقدر يبيع بكام في السنه، فبيدخلنا اصلا معاه في الفيزابيلتي بلان في الفيزابيلتي بتاعته نحط معاه الفوركاستنج بتاعه السيلز. فطبعا ده كله في الاخر بيبقى بالنسبه لي اسهل في ان انا ابيع البرودكت ده لاني حضرت النشأة بتاعته يعني. طيب عمرو عبد الرحمن كده قال رقم مبيعات، انا عايز اعرف تارجت المبيعات بتاع بولد روتس السنه دي كام واتحقق منه كام؟ بص احنا التارجت عندنا دايما بنكون رابطينه بالايجنت، فاحنا دايما بنشوف الايجنت هيبرفورم قد ايه ونقدر نحط عليه تارجت بولد روتس. احنا لما ابتدينا السنه احنا الايم بتاعنا ان احنا نقدر بناء على الخطه اللي احنا وصلنا ان احنا نوصل تقريبا ل 120 مليار. بعد ما السنه بدات لقينا في حركه تباطؤ شويه، فقلنا ان احنا ممكن نتاثر بحوالي 20%، ممكن نوصل ان شاء الله يعني اللي احنا واثقين ان احنا بالسيكونس اللي احنا ماشيين بيها بالثلاثه كوارتر اللي قفلوا ان احنا هنوصل ل 100 مليار. احنا اوريدي عملنا فيهم تقريبا اراوند 70%، عملنا منهم تقريبا 70%، فاحنا خلاص يعني احنا فاضل لنا 30% وعندنا في بالظبط تقريبا احنا ماشيين في اون تراك، ولكن احنا بنقيم ان احنا نقدر ان احنا يكون في كوارتر 4 عندنا فيه اكتر من هو احنا لونش. كنا بادئين السنه يا مسري بتارجت حوالي 120 130 مظبوط، ده اللي احنا كنا بنقول. بس طبعا انت يعني ثرو الكوارترز بتاعت السنه بتادجست طبعا البلان بتاعتك ديو تو السوق، فلقينا ان السوق مش مستوعب يعني الحكايه دي، فبي ادجستت البلان بتاعتنا على 100. مظبوط، بس ان شاء الله بنجري عليه. يعني احنا الفكره كلها ان احنا دايما زي ما قلت لك احنا عندنا تحدي وطموح، فالتحدي اللي قصادنا ان احنا ازاي ان احنا نكسر الرقم ده، والطموح ان احنا نوصل للتارجت اللي احنا حاطينه. طب احنا ازاي نقدر نعمل ده؟ احنا عندنا 13 اسبوع في الكوارتر، فاحنا ممكن نقدر نعمل 8 لونشز، فبنبتدي نجهز مع الديفلوبرز. اوريدي دلوقتي احنا هنطلع في كوارتر 4 تقريبا ب4 ميجا لونشز ان شاء الله، هنطلع مع اكبر ديفلوبرز ب4 ميجا لونشز، وكمان عندنا في حوالي 2 لونشز، وعندنا كمان في كذا ايفنت احنا بنجهزه. فاحنا ان شاء الله السنه دي بامر الله يعني احنا هنكسيد التارجت اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو ال100 ان شاء الله هنكسره ان شاء الله. بنحاول طبعا نعمل ايفنتس، معارض. ما هو انا بقى ده حاجه مهمه جدا، انا ذكر بقى الايفنتس والمعارض. احكي لنا بقى عن تجربه بولد روتس اكسبو وازاي ما شاء الله حققتوا النجاح المبهر ده. الحمد لله. بص انا بيتهيألي في مصر مش هينجح غير بعد كده نوعيه المعارض اللي زي دي، لانه في الاخر لازم يبقى في حد في دريفن قوي انه يحضر الكلاينتس، وطبعا مفيش حاجه تقدر تعمل كده غير الاعداد من البشر، لان في الاخر النهارده بقى في الماركتنج بقى دايليوتد قوي، بقى في مسجز كتيره قوي، فمش تقدر ان انت يعني مفيش نوعيه معارض هتنجح غير الشكل ده. اشتغلنا على معرض عملناه دي تاني فيرجن ليه، الحمد لله اول سنه عمل شغل كويس. السنه دي طبعا هو فاق التوقعات. فاق التوقعات يعني. سو احنا جهزنا له كويس، احنا جهزنا له، بس هي يعني بص احنا جهزنا له كويس جدا. الفاق التوقعات لان احنا كنا متخيلين ان السوق هيبقى هو السوق بطيء سنه، فكنا متخيلين ان ده على المعرض هيدي نفس الامباكت ده، بس الحمد لله ما اداش الامباكت ده. وعشان كده بقول لك انا مش شايف السوق وحش قوي، انا شايف بس لازم لازم يبقى في خروج بره المألوف، معارض بره مصر جوه مصر، لونشز مع الميجا ديفلوبرز، تبذل مجهود شويه في الخطه. يعني هو زمان كنت انت تقدر تعمل معرض وتنفايت الناس انها تيجي اوبن هاوس في الاخر، تعالى اتمشى وشوف. دلوقتي اعتقد ان الموضوع من كتر عدد الديفلوبرز وعدد المشاريع وعدد تركيز المناطق الجديد واللونشز الجديده، لا هو محتاج ان انت يكون عندك فيه كونسلتنج فعلا حقيقيه.
احنا المعرض عندنا هم كل اللي جم انفايتد كلاينتس، حد كلمهم عرض عليهم المشاريع اللي جايه، عرض عليهم البروجكتس اللي موجوده، عرض عليهم الاوفرز الموجوده، وجاي الكلاينت جاي ينقي ما بين حوالي 5-6 مطورين بالنسبه له، هو ده هيلاقي الريكوست عنده فبينفذ. هو ده كانت الميزه اللي احنا عندنا. فانت تتخيل العدد بقى، انت بتتكلم على 5000 ايجنت. احنا دعينا تقريبا 150 الف كلاينت وصل لهم الانفيتيشنز. عايز الرقم بعته بكام في المعرض؟ 5 مليار ونص تقريبا. 5 مليار ده 570. ثانيه واحده، ده في الاربع ايام المعرض بس؟ 4 ايام بس. من داي 1 داي 2 داي 3 الاسبوع اللي قبلها داي كان 4 في قفل كتير على كان حس فيها المعرض، قفل والاسبوعين وغير ثلاثة غير اللي بعدها كان في لا بيبقى بعدها اكتر. في بعديها حصل قفل، يعني بعديها حصل قفل، بس احنا المعرض الاربع ايام المعرض 5 مليار 570. الحمد لله رب تقريبا العالمين. كل الديفلوبرز دخلوا معاكم باعوا صح؟ كلهم الحمد لله. بالعكس كلهم كمان اكسايتد جدا للسنه الجايه. وريكوست دلوقتي ان احنا نعمله، يعني هم عايزين ان احنا نعمله مرتين في السنه، فده يعني ده ريكوست دلوقتي يعني. ندخل بقى المنطقه شائكه شويه، كولد كولز. ايه رايك في الكولد كولز، وهل هي ستيل افكتيف؟ طبعا احنا لاحظنا ان في لان الداتا بتتوزع بطريقه راندوم، وده عند معظم يعني عند في السوق كله. احنا اشتغلنا على يعني عملنا كده سيستم ERP سيستم لينا خاص بينا، كولينج سيستم عشان ينظم العمليه، عشان ينظم الحكايه دي. مش هتلاقي كلاينت بيجي له مننا مكالمه مرتين يعني لازم عشان نكلمه اكتر من مرتين 3 شهور. عملنا ايه يا مستري؟ عملنا الداتا، انا الداتا بقت بتتوزع ثرو سيستم. فانت الكلاينت ده انت جالك الرقم ده انت كلمته، كتبت عليه مثلا نوت انترستد، الرقم ده will not be distributed again الا بعد 3 شهور. فاهم قصدي؟ فده قلل جدا يعني. وهتلاحظ لو انت لاحظت حتى على السوشيال ميديا هتلاقي ان احنا ما بقاش الحمد لله الناس، حتى كان في فتره من الفترات الناس بتقعد تشتكي ومش عارف ايه، احنا الحمد لله ما بقاش عندنا الحكايه دي خالص. فاحنا عملنا وعلى فكره يعني احنا عملنا فيه جزء وامبورتد جزء منه، وهو يعني فيري كوستي، بس احنا عشان ايه الساتسفاكشن ليفل بتاع الكاستمرز بتاعتنا وان احنا ما نبقاش مزعجين بالنسبه للناس. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، احنا من اكبر السبندرز في الميدل ايست على السوشيال بلاتفورمز. فانت كده الكولز اللي بتعملها معظمها لا، ما انا هقول لك، هكمل لك جزء الكولد كولز، جزء الكولد كولز. احنا في الكولد كولز يعني احنا الكولد كولز هو فكره ترويجيه، ولكن في الفتره الاخيره اسيءت استخدامها ان اصبح ان الكلاينت او البروسبكتد كلاينت او الكلاينت اللي انت بتدور عليه بيجي له 40-50 مكالمه، لدرجه ان هي ده لو هو هيشتري مش هيشتري ليه؟ هو اصبح الموضوع بقى مزعج. طيب الموضوع ده بناء ايه السبب العلمي اصلا اللي حصل فيه؟ ان النهارده الداتا بتاعته او الرقم التليفونه اصبح شيربل، اصبح يمتلكه ناس كتيره، منهم شركة بروكر، منهم شركة بتاعة المية، منهم شركة الأدوية، منهم شركة واتيفر الشركة اسمها ايه، بس في الآخر هو أصبح الداتا بتاعته هي موجودة عند البنوك والتبرعات، موجود وورلد وايد. وممكن يبقى زي ما قلت لك، بس هو الحكاية كلها انه وبيتعمل له دلوقتي. وبعدين خلي بالك، انا عايز اقول لك NTRA ما هي حلت المشكله طبعا. هو انا عايز اسالك بقى النقطه دي. انا بس الاول عايز اكمل جزء عشان ما الموضوع ده شائك يعني، فعشان ما يؤخذش علينا حاجه عن طريق الغلط. طيب احنا اول ما نبادر ان احنا نحل المشكله دي، لان احنا وجدنا وبنعترف ان احنا وجدنا فيه ازمه احنا ممكن نكون متسببين فيها. فعملنا ايه؟ ابتدينا ان احنا نكون تك تيم وصرفنا عليه جامد جدا، وجبنا اغلى البرامج على مستوى العالم. ان هو النهارده احنا عايزين يا جماعه نحل المشكله دي. حلها ايه؟ بيسايد الحل الحكومي اللي هو NTRA اللي احنا اول ما نشارك فيه، واحنا ما بيطلعش مكالمه غير بتطلع من بولد روتس ريجوليشن، لان هو عامل ريجوليشن دلوقتي. لان احنا كمان احنا الموضوع بالنسبه لنا تنظيم الاتصالات دلوقتي حاطط ريجوليشن ان انت لازم تسجل كل يعني هينزل عليك غرامه. فاحنا بالظبط لازم تسجل كل الارقام اللي انت شغال منها. فهي اوريدي بقت
دلوقتي بتظهر للناس باسم الشركه. ايوه الموضوع ده فالinterested اكيد هكمل- قلل اللي الناس ترد عليك. هكمل لك بالعكس بس هو- هكمل لك الموضوع. فاحنا النهارده عملنا ايه؟ عملنا السيستم CRM سيستم عندنا. احنا وقفنا الطباعه بتاعه المكالمات وما بقتش غير عن طريق السيستم. طب النهارده السيستم كالتالي: انا ايجنت بعمل مكالمه، المكالمه دي الكلاينت بقول له انت انترستد اور نوت انترستد. نوت انترستد هو خلاص دخل في الداتا بانك، خلاص هو محدش هيجي له تاني مكالمه مرتين من بولد روتس. ده اللي احنا بنأدبت. على فكره الموضوع ده احنا شغالين عليه بقالنا تقريبا داخلين في 8 شهور قاعدين بنجهزه. كل يوم بيتحسن على الاول. كان في البدايه مش يعني هتلاقي دايما maturity level بتاعته عالي هتلاقي قوي. طبعا عندنا ليرنينج فيز باي اند اوف ذيس يير، بانتهاء السنه اللي احنا فيها دي اعتقد ان احنا هنكون خلصنا البرنامج اللي احنا بنشتغل بيه. منعنا تماما ان حد يكلم هو حد من دلوقتي ما يقدرش يجي الكلاينت قال انه نوت انترستد يجي له اكتر من مكالمه، غير لازم هيجي له بعديها ب3 شهور. ممكن بقى يجي له من شركات تانية، بس انا شايف ان ده ماتيوريتي ليفل هيمر بيه السوق كله. يعني طبعا. ممكن احنا البادره عندنا، بالظبط. لكن اكيد كل الشركات هتبدا تجد سوليوشنز انها ازاي، لانه في الاخر وده الموضوع مسؤوليه مجتمعيه لينا. يعني احنا مسؤولين مسؤوليه مجتمعيه ان احنا نكون اول من بادر في حل الازمه. احنا النهارده عرفنا ان في ازمه، واحنا كنا ممكن نكون من ضمن الفوكسد على الازمه، او ان احنا يكون من الشركات الترويجيه. فاحنا قلنا احنا لازم نكون اول من بادر بالازمه، من حل الازمه. فاحنا ابتدينا الحلول، والحلول الحمد لله يمكن very efficient. بص هو بصراحه اللي انتوا بتعملوه ده حلو جدا، وما كنتش متخيل اصلا ان في حلول لحاجه زي كده، وان في حد بيجتهد اصلا هيعمل حاجه زي دي. احنا بقالنا من اول السنه بنحل الموضوع ده، وكل يوم احنا على فكره احنا عندنا عيننا اكزيكتيف تيم كل دوره ان هو بيفولو اب مع اي شكوى بتحصل، اي كلمه بتتكتب على الفيسبوك، اي كلمه بتتكتب على اي سوشيال ميديا، اي حد بيجي لنا هل مكالمه يحصل فيه ترمينيشن على طول لاي حد بيتجاوز في اي مكالمة تيرمينيشن أو أي- وبينالتيز. يعني احنا اي حد بيعمل اي حاجه خارجه احنا بيكون هو ده بيرسونال بيهيفير. يكون ولد جه بس ما يعني لانه ما بياخدوا اندكشن قويه جدا. ده ما بقى بص هو دايما صعب اللي برضه بيحصل يحصل على اللي بيحصل ايه ان 0.5%. الكلاينتس كانت بتبقى فرستريتد من حته انه بيحصل اتصالات كتير، فبس خلاص ده ما بقاش يعني الحكايه دي، وهتتحل في السوق كله طبعا. يعني. انا شايف ان الموضوع ده هيتحل في السوق طبعا. كله، لانه في الاخر الناس كلها هتجد حلول عشان تادبت بالطريقه الجديده يعني. طيب عايز اسالك بقى، احكي لنا كده عن تجربتك وشغلك مع فرونت لاين والمطورين اللي شغالين معاها. تجربتي قديمه الازل مع فرونت لاين. اولا انا اعرف مسري بقالي مثلا 8 سنين، صح 8 سنين تقريبا. 8 سنين نشتغل مع بعض، عملنا اتشيفمنتس مع بعض جباره. كل الشركات اللي انت اتحركت فيها تقريبا اشتغلنا معاها وعملنا معاها سكسس ستوري. يعني ممكن قبل وجودك في الشركه ما كناش بنشتغل معاها قوي، ولما انت بتيجي بنشتغل معاها. هو بيبقى الكي بلاير، لان انت اوير بالماركت، يعني بالماركت نورمز، وعندك الانسايتس اللي تشغل بيها اي بروكر. والبروكرز كلهم طبعا اصدقائك وحبايبك، منهم الكبار والصغيرين كلهم تجمعك بيهم علاقه قويه يعني. فعندك الانسايتس اصلا قبل كده، عندك البيزنس انسايتس اللي تعرف هاو تو ديل وذ بروكر، ودي حاجه مش سهله، ومش عند 80% من يعني مش يعني صعب الحكايه دي مش سهله انك تجد حد عنده النو هاو من البارت بتاع الديفلوبمنت، وعنده النو هاو انه ازاي يعمل ديلز مع البروكرز. صعب. فانت واحد من الناس اللي بقى بيهايند فرونت لاين، تيم كبير طبعا دلوقتي ما شاء الله وعندكم، بس ده كانت المحرك الرئيسي في الشغل لينا مع فرونت لاين. بعد كده المشاريع اللي بتاخدوها مشاريع كلها محترمه، الناس عندها هيستوري قوي، انتوا بتعملوا لهم براندنج بطريقه محترمه، بتعملوا لهم برايسنج بطريقه قويه، بتعملوا لهم بيمنت بطريقه كومباتيتيف مع السوق. فانت بتجبر اي فرونت لاين في وجهه نظري. يعني بص يا مسري، في الاخر البروكر عايز يشتغل مع كل الشركات وعايز ياخد اكبر شير موجود للسوق، فهو مش من مصلحه اي بروكر انه بس هو في الاخر ممكن يعرف وممكن ما يعرفش.
يعرف ليه او ما يعرفش ليه، لانه ممكن ما يبقاش البارت التاني من الديل عنده الانسايتس اللي يشغل بيها البروكر اصلا. فده تشالنج جبار عند البروكر، ان انا ازاي هعرف اشتغل معاك ازاي وانت اصلا يو دونت هاف النو هاو هاو تجوز بيه المساله دي. فانت فرونت لاين من الشركات القويه اللي عندها مشاريع محترمه وعندها الانسايتس والنو هاو بتاع تشغيل البروكرز. ف الفكره في التيم نفسه تيم قوي وتيم محترم. فاي حد مش بس بولد روتس، اعتقد ان انت كل الشركات الكبيره حبايبك وكلهم بيشتغلوا معاك يعني. فانتوا اقوياء طبعا. وعلى مدار بقى المشاريع اللي انتوا او الشركات اللي انتوا شغالين معاها دلوقتي من اسبكتس واجنا ومشاريع تانية كتير عملتوا فيها اتشيفمنتس جباره ويمكن فيهم كذا حاجه سولد اوت وشغالين مع بعد كده. انا اصلا بقيت اسمع عن فرونت لاين من السوق يعني. انا لسه قايل لك من فتره بيكلموني الديفلوبرز يمكن هم في فرونت لاين انت دايما بيكون عندنا في حته ناقصه. الستارت اب ديفلوبر داخل هو بيكون باشونت جدا ان هو عايز يشتغل، عايز يجري، عايز يبني، عايز يلونش، عايز يخلي كل الناس تشتغل معاه، عايز كل الناس تعرف عنه. ولكن هو في الاخر بيكون في جزء منه حماس بدون ما بيكون عنده السيلز فورس او اللوجيستكس او فكره الديفلوبمنت او فكره الكلاينت ريليشن او البروكر ريليشن. يمكن فرونت لاين حلت الازمه دي او حلت التشالنج ده. فكره السيلز تيم، هي طبعا فكره السيلز تيم انك تشتغل مع سيلز تيم انت فاميليير. في الاخر البروكرز على بيشتغلوا في بولد روتس عشان فاميليير بالنسبه لهم الوجوه والاسامي ولاد المهنه. ده ما بقاش سهل قوي في الستارت ابس. فده طبعا وفرونت لاين كمان فيها ميزه ان هي على علاقه قويه جدا بالماركت، عندها الماركت انسايتس، عندها فكر الديفلوبمنت مع فكر السيلز. فبتقدر ان هي تفيد الديفلوبر وتفيد الستارت اب ديفلوبر وتفيد الاستابلش ديفلوبر وتفيد الديفلوبرز القديم اللي هو عايز يعمل فيس ليفت ويقدر ان هو يتحرك بسرعه. عنده النو هاو. دايما احنا دايما بنشتغل مع فرونت لاين لان احنا الحاجه اللي احنا هنعملها مع اي حد في شهر ممكن نعملها مع فرونت لاين في اسبوعين. دايما الموضوع سهل. عندنا الكونكشنز مع السي ليفل احنا بنوصل له تقريبا بويكلي ميتينجز. نقدر ان احنا على طول عندهم الماتيوريتي ان لو في حاجه كومنت احنا محتاجينه للماركت هم بيعدلوا على طول. انا نفسي عندي معظم الانسايتس بتاعت الماركت. وكمان يعني انت عارف ان احنا داخلين في الديفلوبمنت والمشاريع بتاعتنا. بكلم مصر اساله بقول له والله بقول له يا مصري انا اخدت الارض دي واقول له البرايسنج ده لو نزل، مع ان عندي كل حاجه بس بحب اخد رايه يعني والتيم كله. وعلى فكره ونفس الحاجه احنا كل ما بنيجي اخر مشروع دي لازم نكلم انا بروح لك بالبرودكت باجي لك نعدل فيه سوا. لو الديفلوبر الجديد جالي انا عمري احنا لازم نكون هو طبعا مع احترامي لكل الناس في السوق كلهم اساتذتنا، بس عارف البيزنس لانجوج، عارف لازم نكون بنتكلم كلنا نفس البيزنس لانجوج عشان نعرف نعمل ديل. صح. فبقى لما بيبقى ده مش احنا بس ده انت بتوصل فرونت لاين خلاص احنا اصلا الديل كله عارفين هاو تو الجوز. يعني في حاجات من غير ما نتفق احنا متفقين لان النو هاو عندنا وي توك ذا سيم لانجوج. لما بيجي حد جديد لسه عايز تشرح له من الاول احنا واقفين في الحته دي ليه فبيبقى صعب قوي ان انت تموف فورورد معاه او تحقق ارقام. يعني او تحقق ارقام طبعا ولكن ما بتحققش التارجت اللي انت بتقيم عليه. انت في الاخر هي الفكره عباره عن ايه؟ انت بتجمع اكبر عدد من الاوبجكتيفز اللي انت عايز توصل لها او الديلز اللي انت عايز توصل لها. فانت محتاج في وقت معين. فانت لو معاك اكسبرت، الاكسبرت ده لاني خلي بالك انا عليا جزء البيع انما ما علياش اجزاء تانية. الاجزاء التانية دي مهمه جدا وهي يعني اصلا يعني هي البيع دي اللي بتخلينا نبيع اصلا حاجه صح. اللي هو المهاجم بيشوط في الجون. انت النهارده ان انت تجهز عشان خاطر تقدر تنجح في المشروع. الموضوع بياخد وقت كبير جدا وتجهيز كبير جدا قبل موضوع اللونش. الموضوع ده محتاج
دراسه قويه، محتاج ان انت التايمنج هتنزل بيه ايه، كل ده طبعا يعني يمكن فرونت لاين بتقدمه بطريقه فيري بروفيشنال. وفي نفس الوقت انا بالنسبه لي بحب اشتغل معاهم لان انا ضامن ارقام اللي احنا بنحطها ان احنا نعرف نوصل لها، نقدر ان احنا نجري عليها، لان احنا في الاخر احنا بنشتغل كل شغلنا على حاجه مستقبليه. فلو انا حطيت خطتي غلط انا خسرت فلوس ووقت، وعنصر الوقت هو اغلى حاجه عندي. انما انا لما بشتغل مع فرونت لاين انا عارف ان احنا بنحط تايم فريم، بنحط بيلرز بنشتغل عليها، بنلاقي نفسنا ان احنا الحمد لله احنا يعني عاملين مع بعض الحمد لله الحمد سكسس لله. ستوري الحمد الحمد لله. لله يا رب اتمنى دايماً. ان كل انها السوق. كل السوق يكررها معاك كل السوق عاملها اصلا مع فرونت لاين. الحمد لله. طيب نختم بقى بسؤال مع عبد الرحمن. انتشر ليك في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا ارتكل كانت بتوضح رحلتك ورحلة الكفاح لغاية لما ما شاء الله وصلت اللي انت فيه. والله مستري انا اصلا شايف ان انا لسه ما وصلتش بصراحه، يعني من جوايا شايف ان انا لسه على بدايه الطريق، وهو حقيقه الامر انا على بدايه الطريق. يعني ان الرحله طبعا انسبايرنج بالنسبه لي انا، انسبايرنج لانه في الاخر يعني خلينا نتكلم بصراحه، الرحله انا هبقى فخور بيها لما تبقى ليجاسي، يعني تبقى كده حاجه يعني يتحاكى عنها الناس لمئات السنين. يعني في الاخر احنا شركه طرقعت في وقت في سنتين، بس مش ده الليجاسي القوي او الكبير اللي احنا ممكن يعني في الاخر انا بشوف مثلا، طبعا انا شفت البوست اللي انت بتتكلم عنه لا وعايزين نسالك بقى كلمني ساعتها قال لي مين اللي عامل ده؟ قلت له والله ما اعرف. قال لي انتوا ماركتنج تيم؟ قلت له لا والله ما حد. انا عايز برضو اعرف انت اشتغلت ايه قبل الريستيت؟ اشتغلت ايه؟ والله يا مساري اقول لك، انا بشتغل من وانا في ثالثه اعدادي. اشتغلت في كل بقى الشغلانات اللي الشباب المصري عدى عليها، يعني عارف سيف انذر زيرو، العيال الغلسه اللي بيبيعوا اكسكلوزيف كاردز بتديك خصم في اتش ان ام وزاره ولا اشتغلت الشغلانه دي. اشتغلت اول شغلانه خالص كانت ليا كانت في تشيلز، وبعد كده اشتغلت في ساس دي اللي هي سيف انذر زيرو، وبعد كده اشتغلت في نوكيا ايام هي الصوره بقى اللي نزلت لي على السوشيال ميديا اللي هي اللي في نوكيا. بعد كده اشتغلت في شركه مقاولات، وبعد كده فتحت شركه مقاولات، ودي كانت بدايه اختلاطي بالبيزنس. وبدأها صغيره يعني بداتها شركه صغيره خالص، بداتها وانا سني صغير كمان. وبعد كده ودي كان فيها رحله بقى جباره، لان انا لما فتحت شركه انا اصلا كنت شغال في شركه مقاولات في الاول عادي، فمكتب مقاولات كده لذيذ صغير بتاع حد يعني الله يمسيه بالخير كده، فكان بيجي له شغل بيرفضه وشغل صغير قوي، فانا كنت باخد الشغل ده وادفع كوميشن للمكتب. عارف انت المكتب من كتر ما عنده شغل ده شغل صغير مش هياخده، فانا كنت باخد الشغل ده. وبعدين خدت قرار ان انا افتح شركه مقاولات. طبعا اول ما فتحت كنت بكسب كويس قوي والشغل كان ماشي معايا كويس، وانا كنت شغال في حته يعني المعدات التقيله، كل ما يتعلق بتحريك التربه، حفر ترع، شق مصارف، فرد خطوط غاز، كهرباء، حفر لبش، حته تكنيكال بس فيها فلوس كتير. وعلى سنك وقتها سني بس انا كنت فاهمها كويس قوي. اوائل العشرينات اكيد، اوائل العشرينات، بس كنت بكسب منها كويس قوي قوي لليفل ان انا جالي اللي هو انت عارف النجاح بسرعه بيخلي الواحد شويه يسيبه عارف انت خدتني الحماس عايز اكبر الشركه ومش عارف خسرت قفلتها. والله اول ما حبيت اكبرها وعملاقها ومش عارف خسرت قفلتها. بعد كده نقلت ريل استيت عن طريق بقى الحكايه دي. اشتغلت موظف بروكر الاول. كان مرتبك كام ساعتها؟ ما كنتش بقبض، كان شغال على نظام اسمه 0 to 5. لو بعت ب 2 مليون اقبض 2000 جنيه، لو بعت ب 3 مليون اقبض 3000 لغايه ال 5 مليون، لو بعد 5 مليون هم 5000 برضه. وكنت باخد ساعتها 2800 جنيه على المليون. ده يعني ده كنت ايام السيلز الطيب، ايام السيلز الطيب. وبعد كده قعدت سنه شغال بروكر بايديا، وبعد كده خدت القرار ان انا افتح. وبعد كده وعلى فكره ما كنتش ناوي افتح على طول، انا اصلا
كنت عايز ناوي يرجع المقاولات. لا انا اصلا اول ما دخلت كنت عايز اشتغل في اي شغلانه تانية بس اجيب منها شويه فلوس عشان ارجع اشغل شغل المقاولات بتاعي تاني. بس طبعا لما دخلت الريل ستيت اي فول ان لاف من اول شهر، حبيته حب مش طبيعي. اللي عارف اما تلاقي نفسك، انا لقيت نفسي في ايه، في عمليه البيع وعمليه التكييف والمكتب، لان طبعا المقاولات يعني عايز اقول لك ان التكييف والمكتب الاول قلت ايه ده، هو ينفع الناس تشتغل في تكييف ومكتب ويعملوا فلوس كتير؟ لان كان دايما مرتبط في دماغي ان انت عشان تعمل فلوس كتير لازم تنزل السايت او بتاع، لان ده اللي شفته. فما اشتغلت بقى بروكر في الاول، بعت كويس جدا، وبعدين جالي اوفر في صادق، بعدين بقى كنت هروح صادق، وبعدين ايه، كنا هنبقى في تيم واحد. كنا هنبقى في تيم واحد. انت اللي حكيت لك انا على الحكايه دي قبل كده. وبعدين قابلت شريكي بقى، الله يمسيه بالخير، اللي هو اول شركه عملناها مع بعض. قال لي تعالى نتشارك ونعمل شركه. قلت له لا يا عم، بقول لك ايه، انا عملت شركه قبل كده وبتاع وايه، خسرت وايه، سيبني بقى ايه. وعارف بقى كنت لسه شاب بقى ايه، شاري شقه وعربيه وبدفع له اقساط، وكنت في الفيس دي. بعد كده ايه، عملنا بقى الشركه وتوالت النجاحات وكبرت، وربنا كرمنا وعملنا شركه تطوير. وبعد كده انا تخرجت وعملت شركه بولد روتس، وهو بقى الشهر الجاي هو هنلونش اول مشروع لينا كشركه ديفلوبمنت. فهي رحله، على فكره الرحله دي فيها يعني ما كانتش سهله زي ما بتبان. لا مش زي ما بتبان، بس هي فيها مسج لكل ماي فيلو بروكرز. طب ايه المسج اللي انت عايز توجهها للبروكرز؟ الصبر والكونسيستنسي، وانك تبقى هارد ووركينج. ودي بقى اللي شفتها كلير 100%. شفت شباب تالنتد جدا وذكي جدا وعنده كل المقومات، وتلاقيه في الاخر ما عملش وتلاقي واحد تاني هو يعني مش اذكى واحد في الدنيا، وامكانياته يعني برضو مش اعلى حاجه، الفاينانشلز وكده برضو عاديه، بس تلاقي من كتر المجهود والصبر والمحاولات الكتير، الكونسيستنسي اكتر حاجه شفتها فالناس بقى اللي داخله سوق الريل استيت جديد ما تفتكرش ان انت عشان ما انا بدات معيش يعني اول عربيه اشتريتها في ريل استيت عربيه فيرنا كده قسطها مش محصل 2000 جنيه، وقعدنا بقى نحاول ومش عارف ايه، وانتهى الموضوع بينا ان احنا عندنا مشاريع. الحكايه دي مش محتاجه اي حاجه غير انك تشتغل كتير. المجال بتاعنا هو مجال محتاج مجهود. يعني انت عندك فيه 3 حاجات اساسيه انت لازم تعملهم كل يوم لمده 365 يوم. اول حاجه انك تذاكر، لازم تذاكر. ليه؟ لو انت ما ذاكرتش انت العميل مش هيسمع لك. تاني حاجه ان انت لازم تبذل مجهود ان انت توصل او توصل الرساله او توصل المشروع المناسب للعميل في الوقت المناسب. انت ممكن توصل له، يعني في سيلز بيجولي بيبطلوا الشغلانه ليه؟ يقول لك انا بذلت مجهود كبير جدا ولما وصلت للكلاينت او العميل لقيته اشترى. انت الجزء الثالث، انت النهارده انت لازم تكرر اللي انت بتعمله ده كل يوم، لازم تعمل ده كل يوم. انت النهارده ومش يتوه بس في انه يبقى معاه فلوس، الكونسيستنسي في ان انت تكرر. ليه؟ انت النهارده ان انت جيت اشتغلت وعملت وبتاع وبعدين كسبت، وعيال شاطره فعلا وبتفتح وبتكسب فعلا بتكسب ارقام كويسه يا مسري. يعني الشركات الصغيره لو هو شاطر بيعمل له ملايين، من 150 مليون في السنه. بعدين تبدا تلاقيه اتشتت، راح يفتح مطعم. بس ده مش ارباح على فكره، ده ايرادي يعني، عشان بس لو فيهم اللي لا ليه، لو بيبيع له بالثلاثه، لو بيعمله في السنه لا يقدر يعمل 50 و60 مليون جنيه. بالظبط. انما هو انت عشان هي الناس برضو ما تفتكرش ان احنا موضوع سهل يعني. لا مش سهل طبعا، بس هو يقدر يعمل كده. هو لو بيعمل 150 مليون يبقى انت بتعمل بقى 150 مليار بقى مع عمرو. لا بس قصدي اقول لك في شركات كتير ميديوم سايز مش بيك سايز لا بيعملوا 100 مليون في السنه، واصحابها ناس صغيره في السن. بس هي الحكايه دي لما بيجي بقى بعد اما بيعمل كده يبدا تلاقيه اتشتت، ايه عنده ايه. طب يا عم ده
اسس النجاح في الحياه الاستمراريه. حتى ربنا يعني عمل لك الصلاه 5 مرات في اليوم، نفس الكلام، نفس الحلقات في نفس المواعيد. عايز يعلمك الالتزام، عايز يعلمك الصبر، عايز يعلمك الديسيبلين، الالتزام. فالناس كلها بتتشتت، يا بيتشتت قبل ما يوصل يا بيتشتت بعد ما يوصل. اللي يفضل بقى يكرر نفس الحكايه وقت طويل ويطورها ويتقن بقى العمليه دي، هو ده اللي بينجح. ودول على فكره عددهم قليل طبعا، لان الناس بتزهق، معظم الناس بتزهق. معظم الناس مش كده، كل الناس هتبقى ناجحه، ما فيش حاجه اسمها كده. طيب يعني يا جماعه انا عايز اشكركم جدا انكم اول حاجه وافقتوا انكم تيجوا. احنا الشرف لينا، انا عارف على فكره احنا كل يوم 100 حد بيكلمكم وانتم يعني بالعكس، ده احنا نجيلك في اي وقت. وكمان احنا اللي بنشكرك ان انت قدرت ان انت تخلينا نقدر نوصل رسالتنا وفكرنا وحبنا للناس. وان احنا خلي بالك احنا ناس بنحب الشغل، بنحب الناس اللي شغاله معانا، بنحب نوصل رساله نفع للناس. احنا هدفنا الرئيسي في بولد روتس ان احنا نشغل اكبر عدد من الشباب عندنا سنه بيبدا من 21 سنه لغايه 30 سنه. رحله بقى الرحله دي لما تشوفوا بعد 5 6 سنين 7 سنين. احنا بنحاول نساعد الشباب الخريجين الجدد ان هو يلاقي كارير يقدر يحقق فيه احلامه. بنقول له انت احلامك ممكن توصل تو ذا مون، تقدر توصل تو ذا سكاي، ممكن تقدر تعدينا بسهوله. يعني الموضوع ما فيهوش سقف، الموضوع هو انت بتخش وانت ورزقك وكل اللي عليك ان انت اسعى، البس هدومك، انزل اعمل ده كل يوم. احنا يمكن المدرسه اللي احنا بنشتغل فيها هي مبنيه على كده. يمكن اكتر واحد بيشتغل في الشركه هو عبد الرحمن. يعني انا عايز اقول لك ان هو اول واحد بيجي في الشركه واخر واحد بيجي في الشركه، بيمشي في الشركه. يعني هو ده. وفي ناس مستغربه الموضوع على طول. هو كمان باله اطول مني. بس هو في ناس مستغربه. خلاص هو ده اللي احنا اتعودنا عليه، وده اللي احنا نقدر نوصله للشباب. يا جماعه ابذل مجهود، انت ده مش وقت راحه. انت لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتكبر هترتاح لما تكبر. ابذل دلوقتي المجهود اللي تقدر عليه. يا مسري بعد اشوف ايه على السوشيال ميديا يقعد يقول لك ايه الناس بتشتغل استعباد و10 ساعات. طب انت لو في عشريناتك، اولا احنا خلقنا للعمل والعباده اساسا يعني، بس يعني سيبك من الحكايه دي. لو انت في عشريناتك، اصل شغلانتنا دي عامله زي لعيبه الكوره، لو انت في العشرينات ما اشتغلتش 10 و12 ساعه هتشتغلهم امتى؟ صح. يعني لانك مش تقدر بعد كده. ولو لا وبعدين انت بتشتغلهم بريورد كبيره، مش بتشتغلهم. لا وممكن انت تستحمل، وممكن تقول انا مش هقدر. يعني في الاخر ما عندكش محدش اجبرك تشتغل ان انت ما تقدرش تشتغل. لا انت ماضي على شرط جزائي ان انت لو مشيت ما تشتغلش في حته. لا وعاده دايما اللي بيقولوا كده بيبقوا من بره المدرسه. يعني هو بيبقى دايما بيهاجم المدرسه، بس هي مدرسه شغل عنيفه وريوردز. انت خلي بالك مثلا احنا افريج الانكم للسيلز بير 800,000 و900,000. مظبوط. ده افريج. مين في سنه بيعمل الارقام دي؟ مش كلهم اللي بينجح، بس انما اللي ما بينجحش بيمشي فخلاص. بس انت فيها حته تريكي، هو ايه؟ ان انت بتاخد 10% منهم مرتب و90% منهم لما تحقق. فهو اللي بيخش وما بيحققش بيتضايق، او ان هو يحس بنضايقه برضه بيحس ان هو محتاج ان تقدير او محتاج. طب التقدير احنا نقدر نديك الروم ان انت تقدر تحقق فيها، او ان انت تقدر. لا بعدين انك تدخل جوه شركه فريش تقدر خلال 6 سنين ولا 7 سنين تون يور اون بزنس، نفس جوه نفس المكان. دي عبقريه. يعني ايه انت فين تقدر تخش تبقى عندنا 100 شريك تقريبا في 7 سنين تقدر تبقى بارتنر تون يور اون بزنس جوه نفس الشركه. لا ومعاك ظهر بيسندك يعني. طبعا انتوا بجد موديل انسبايرنج جدا، وكان مهم قوي الكلام ده يطلع في الحلقه زي دي والناس تشوفه وتعرفه. ويعني يا ريت نكون احنا كده مع بعض نجحنا ان احنا نطلع الاذر سايد اوف بولد روتس ونبين الهيومن سايد بتاعكم. وفعلا انتوا بجد الواحد فخور جدا 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 ببولد روتس وجريتفul لبولد روتس، لان بصراحه دايما واقفين في ظهري دايما. انت شغل معاك ممتع يعني ومحققين نجاح
والله يا عبد الرحمن دايما مبهر. معانا في كل حاجه، دايما ما بيبخلش باي حد على معلومه. من زمان من وانا في اي ديفلوبر قبل اي اوفر اعمله لازم برجع له وباخد رايه. دلوقتي عمرو زي ما بيتقال كده، عمرو دياب بيقول كمل الحته الناقصه. فبجد انا مبسوط جدا انكم كنتوا معانا النهارده، وبجد ده شرف ليا. جود لك، وعاملين شغل جبار في السوق كله بيتكلم عنكم، الديفلوبرز كلهم بيكلموني. طب ابعت. لا والله العظيم كلهم بيكلموني يسالوني على فرونت لاين، ونقدر نبارتنر معاهم ازاي. فما شاء الله يعني جريت سكسس وموفينج فورورد، وان شاء الله نفضل سنين واحنا في جاية. ظهركم ان شاء الله. ان شاء الله. ثانك يو يا جماعه، جدا شكراً، جدا شكراً يا نورتونا. سلام.